السلام عليكم. هي الخناقة اللي حصلت ما بين سادنس وجوي، ايه اللي دخلها في العلاقات؟ لو انت مش عارف مين هم سادنس وجوي اقول لك ان فايتك كتير، بس قبل ما اعرفك عليهم احب اعرفك على نفسي. انا اسماء نصر، مدربة علاقات وانوثة. سادنس وجوي هم جزء اصيل من تكوين بطلة فيلم كرتون اسمه انسايد اوت. وخليني اقول لكم ان الفيلم ده من اعظم افلام الكرتون اللي اتعملت في التاريخ، والحقيقه ان كل ما هتتفرج عليه كل ما هتطلع منه بدروس مهمه جدا ومعلومات مفيده جدا في حياتك. الفيلم بيتكلم عن بطله بنت مراهقه جواها شخصيات، الشخصيات دي هي اللي بتتحكم فيهم. سعاده، حزن، اشمئزاز، غضب، خوف. كأن الريموت كنترول في ايد الشخصيات دي، الا ان بطلة الفيلم كان الريموت كنترول بتاعها في ايد شخصية واحدة بس من الشخصيات اللي المفروض ان هي تكون كلها بتتبادل الادوار جواها، وهي شخصية جوي. السعادة، البنت كانت بتواجه كل حاجة في حياتها بسعادة، بتقلب اي موقف مهما كان لموقف سعيد، اي ذكرى مهما كانت مؤلمة بتقلبها لسعادة. واحدة واحدة السعادة كانت هي في ايديها الريموت كنترول، وكل اللي حوالين البنت كانوا شايفين ان هي قد ايه سعيدة، قد ايه مش نكدية، قد ايه بتقلب كل موقف لحاجة ايجابية. وكان في شخصية جوه البنت وهي السادنس او الحزن، كانت دايما منبوذة، وكانوا دايما خايفين منها، كانوا بيخافوا ان هي تقرب من اي ذكرى لا تحول الذكرى السعيدة للمحة حزينة. طول الفيلم في اول جزء منه وهم بيحاولوا ان هم يحطوا سادنس في دايره ويقولوا لها ما تخرجيش بره الدايره، الا ان سادنس كانت مصممه ان هي تلمس بعض الذكرى وان هي تخرج بره الدايره. وانت بتتفرج على الفيلم في اوله بتبقى حاسس ان ايه النكد ده، ما تبعدي بقى، البنت سعيده وذكرياتها كلها سعيده وانت مصممه تحطي تاتش اوف سادنس على كل الحاجات الحلوه اللي عندها. وبتمر احداث الفيلم، انا يعني اللي ما اتفرجش عليه يعني ادعوكم ان انتوا تتفرجوا عليه، واللي اتفرج عليه اتفرج عليه تاني. الفيلم ده مفيد قوي ان احنا كل فتره نتفرج عليه. الفيلم نهايته هي فيها كل الملخص. اكتشفت بطلة الفيلم واكتشفت معاها جوي او السعادة ان السعادة لوحدها مش كفيلة ان هي تعمل الذكريات او ان هي تخلينا نعدي من المواقف المؤلمة. احنا لازم ومكتوب علينا ان احنا نمر بالحزن، نمر بالسادنس. الفكرة ان هنخرج منه ازاي، الفكرة ان احنا هنتعامل معاه ازاي، والفكرة ان الذكرى الحزينة على قد ما هي حزينة بس على قد ما بتبقى مليانة بمشاعر تانية جميلة مع الحزن، لما بنيجي نفتكرها بعد كده ممكن نبتسم. مشكلة كتير من الناس ان هم مروا بذكريات وبمواقف كتيرة مختلفة. في الفيلم في لقطة مهمة جدا بيقولوا ان الميموريز او الذكريات دي بتمر بكذا مرحلة، في منها بيتخزن في الارشيف، ممكن تحصل اي حاجة تثير او تعمل اثارة للميموري دي او للذكرى دي فتطلع، زي مثلا تفتكر كلمة من اغنية من اعلانك المفضل، فالاعلان ده بقاله سنين، يطلع الاعلان وتفضل ان انت تغنيه وتردده، او الذكرى دي تبقى موجودة لدرجة ان هي ما تجيش اي حاجة تفكرك بيها فتتحول للنفايات، زي لما اقول لك مين مدرستك في الكي جي مثلا، او مين اللي كان قاعد جنبك في الديسك في تانية ابتدائي. دي كلها ذكريات على قد ما هي كانت لطيفة جدا ومأثرة في نفسك وكل حاجة، الا ان هي من كتر ما بتتركن المخ بيبتدي ايه، يرجعها لورا 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 لغاية ما بتترمي في نفايات الذاكرة. احنا مشكلتنا في ايه بقى؟ احنا مشكلتنا في الميموريز او في المواقف او في الابتلاءات اللي بتفضل هنا ما بتنزلش ما بتتحولش للارشيف، واللي بدوره لما ملهاش لازمة تتحول للنفايات. المواقف دي هتلاقي نفسك مثلا شامم ريحة مرتبطة بيها، اول ما تسمع صوت مرتبط بالموقف يصير عندك احساس بالحزن او بالشجن، لان هي المواقف دي ما اتهضمتش، المواقف دي ما نزلتش لمكانها الطبيعي، المواقف دي لسه محطوطة على الرف الاول.
فكل ما تتكرر كل ما الألم يتكرر بنفس القوة وبنفس الألم كأنه لسه حاصل حالا للمرة الأولى. مش بتسمع كده ناس يقولك إيه، أنا مثلا عندي تروما من حاجة في مستشفى، أنا لما بتيجي حاجة ليها علاقة بالتروما دي بشم ريحة المستشفى والبنج، أو أنا شميت ريحة دم في موقف معين، لما تيجي ذكرى الموقف ده ريحة الدم بتيجي تاني في مناخيري كأني لسه شماها حالا. وممكن يكون الموقف ده عدى بقاله سنين، تبقى مستغرب يعني، لا مش للدرجة دي يعني، متقفروش بقى يعني، خلاص بقى عدى سنين وكبروا دماغكم. believe it or not، هم عندهم حق. هم لأن هم لسه ما تخطوش الألم ولسه ما تخطوش الذكرى ان هي تتحط في أرشيفها الطبيعي، بيشموا ريحة الدم، بيشموا ريحة المستشفى، بيحسوا بنفس الألم اللي حسوه، لأن الجسد لا ينسى. الجسد طول ما انت ما تعاملتش مع البلاء أو الذكرى أو التروما بشكل صح بيفضل يتعامل معاه كأنه لسه حاصل حالا حالا. علشان كده أصحاب البلاءات ممكن يكونوا بيقعدوا سنين بيحسوا بنفس الألم الجسدي اللي حسوه في وقت البلاء، بيشموا نفس الريحة. دي من الحاجات المهمة جدا اللي بنتعلمها في انسايد اوت، ودي من الحاجات المهمة اللي احب ناس كتير جدا تبقى مش مستوعبة هي ليه بتمر بنفس الألم وليه بتحس بنفس الأحاسيس، تعرف لأن انت لسه ما تعاملتيش مع الموقف صح، ولأن حضرتك لسه ما حطيتش الذكرى في مكانها الطبيعي اللي المفروض ان هي تتحط فيه. من الحاجات برضو اللي اتعلمناها او موجودة في الفيلم ومهم جدا ان احنا نطبقها على أرض الواقع، فكرة ان مين اللي قال ان احنا لازم نعمل كل حاجة او نواجه كل حاجة بابتسامة او كأني يعني زي اللاين كينج كده انا بضحك في وش المخاطر. حلو اضحك في وش المخاطر، بس لو ما خفتش هتتاكل، لو ما خفتش هيتداس عليك، لو ما عملتش حساب الموقف صح انت اول واحد هتتأذي. البطلة الفيلم اتعلمت في اخر الفيلم ان هي محتاجة تحزن، محتاجة تاخد المدى الطبيعي لحزنها عشان يجي بعديها الفرح، وان فكرة الفرح المستمر 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 دي لغوشة على ألم. حتى لو نجحت فترة فهي هترجع تفشل بقوة، وللأسف هتحتاج مجهود رهيب علشان خاطر تعالج أثار الفرح اللي ملوش لازمة اللي انت عملته. ايه اللي دخل ده كله في العلاقات؟ اللي دخل ده كله في العلاقات، واحنا بنتكلم في كورس العلاقات وكنا بنتكلم على التعلق وبنتكلم عن البارتنر او شريك الحياة، ان انت ما ينفعش تغلوش على ألمك، ما ينفعش تغلوش على احساس ان انا حاسس ان انا مش قادر ارتبط بحد، او حاسس ان انا مرتبط بزيادة بحد، او حاسس ان انا منبوذ، او حاسس ان علاقتي مع شريك حياتي مش ماشية كويس. انت محتاج تدي لنفسك فرصة بالاعتراف بالألم، الاعتراف بالمشكلة. الاعتراف بالمشكلة هو أول خطوة في التعافي، سواء انت كنت انت صاحب التعلق او انت بارتنر او شريك حياة مع واحد من المتعلقين في العلاقات السامة اللي أذياه وأذياك عشان انت شريك حياته. فأول حاجة لازم تعملها ان انت تعترف وتحزن لو اتفاجئت ان انت مثلا صاحب تعلق أذيك وأذي اللي حواليك، او لو اكتشفت ان في ذكرى معينه. مش احنا اتكلمنا قبل كده ان في ناس ممكن تكون اصحاب تعلق امن الا انها بتتعرض لتروما او لبلاء كبير فبتتحول لاي تعلق تاني من التعلقات السامه اللي احنا اتكلمنا عليها. الفكره ان التغيير ده كله ممكن يكون بسبب ان هو ما اداش نفسه فرصه انه يحزن، غلوش على الموقف، غلوش على احزانه، او حس انه مكسوف، الموضوع مش مستاهل قوي ان انا احزن، او الناس هتقول عليا ايه، الناس هتفتكر ان انا مش راضي، الناس هتفتكر ان انا ما عنديش ايمان بالقضاء والقدر، الناس هتفتكر ان انا، ويفضل يفكر في الناس وردود فعل الناس ورأي الناس وينسى نفسه، فيتحول من متعلق آمل لأي تاني نمط تاني من أنماط التعلق. فالاعتراف ان انا عندي مشكلة، ادي لنفسي فرصة لقبول الاعتراف ده ولقبول المشكلة ولقبول البلاء اللي انا مريت بيه ولقبول احساسي، ادي فرصة للسادنس انه ياخد مكانه في قلبي. اهم حاجة انه ما يطولش، ما ياخدنيش لحتة بعيد. صدقوني لو سادنس خدت مكانها في حياتنا بالشكل المطلوب، جوي هتخش، وهتخش على نظافة كده، مش هتخش بغلوشة.
الفيلم ممكن يكون مش كل الناس من محبين الكرتون، لكن انا زي ما بقول لكم تاني انا بدعوكم ان انتوا تتفرجوا عليه، هيفرق معاكم كتير جدا، هتفهموا حاجات كتير جدا، هيرد على اسئله ممكن تكون جواكم، وممكن نتكلم عنه تاني لان انا حقيقي بحبه. بس الفيلم ده كان مدخل من مداخل التعافي اللي احنا لازم نكون فاهمينها وعارفينها. النهارده كنا مع جوي وهابينس، ان شاء الله يكون كان مفيد ليكم. اتمنى ان انتوا تعملوا لايك للفيديو وشير على صفحاتكم على الفيسبوك لان ده بيفرق جدا في انتشار القناه، وسبسكرايب او اشتراك لما كنتوش لسه اشتركتوا، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. اسيبكم دلوقتي في رعايه الله.